فما فيش حد بيكسب كل حاجة. الشطارة تعرف انت هتضحي بايه علشان تاخد ايه. ازاي طيب برضو يا دكتور اخلق بالانس بين الحياة العملية وبين الحياة الشخصية؟ بص، محدش بيكسب كل حاجة. يعني انت عامل مشروع ده عايزه يبقى احسن حاجة في وقت قصير، فبالتالي بتديله وقت كبير قوي، فبالتالي الوقت ده بتاخده من العيلة، بتاخده من صحتك، بتاخده من رفاهيتك. مفيش حد بياخد 100% في كل حاجة. الشطارة تعرف انت هتضحي بايه علشان تاخد ايه، وتبقى انت في الاخر ساتسفايد. انما ان انت تعمل بالانس، قد ما هتدي هنا قد ما هتدي هنا، هتلاقي الاتنين وقعوا. انت تبقى عارف هتاخد حاجة هتسيب حاجة. يعني اللي بيشتغل في وظيفة 6 ساعات او 8 ساعات بيعرف يراعي بيته اكتر ويقضي معاهم وقت اكتر، يعرف يقابل صحابه اكتر من اللي عنده مشروع 24 ساعة شغال. ان هو حتى وهو قاعد في اي مناسبة هو دماغه شغالة، ممكن يجيله تليفون في اي وقت يمشي. فما فيش حد بيكسب كل حاجة. الشطارة ان انت تعرف انت تقدر تكسب ايه وتخسر ايه، وتبقى انت راضي بده.